هنا مش هتلاقي غير الحقيقه، ودايما هنا مش هتلاقي غير الحاجه الصح والمصدر الصح، وده مش انا اللي بقوله. ارجع معايا كده في الفيديوهات القديمه بتاعتي بتاعت اول الموسم وبتاع موسم الانتقالات، ولما جيت قلت لك ان امام عاشور عنده مشكله كبيره قوي في عمليه التجديد، وعنده مشكله كبيره قوي مع الاداره، وان احتمال يغير وكيل اعماله، وان هو كل اللي بيحصل حاليا ده احنا اتكلمنا فيه من قيمه شهرين او 3 شهور، لان احنا عارفين ايه اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا هنتكلم في الكوره. هنتكلم النهارده في مشكله امام عاشور تاني، واقول لكم هي وصلت لحد فين، وامام عاشور ايه اللي هيحصل. هنتكلم النهارده عن ماتش الزمالك والاسماعيلي، هنتكلم عن ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تحت يا اسطى، اعمل لي الاشتراك الجميل المتين، دوس على زر اللايك، مش هتخسر حاجه، دوسه واحده تمام. الشير للفيديو عشان النهارده هنتكلم في شويه حاجات مهمه جدا. اولا ماتش الزمالك والاسماعيلي ماتش حلو جدا. الزمالك نازل فايق. عبد الله السعيد لاعب عنده 41 سنه. عبد الله السعيد اللاعب ذو ال 41 سنه بيعمل سبرنت على لعيب عنده 17 سنه وبيسبقه. ازاي؟ ما اعرفش. انا لما شفت ده في الملعب انا يعني اتخضيت، قلت هو في ايه؟ لعيب عنده 17 سنه اللي هو يعني ممكن يكون في مقام، يعني ابوه يكون مثلا من سن عبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيعمل عليه سبرنت وبيعمل عليه تاكلينج، بياخد منه الكوره وبيقطع منه الكوره. ماتش الزمالك والاسماعيلي كان ماتش كويس جدا. الزمالك طلع من اللي هو عايزه من الماتش، المكسب طبعا. صبحي وعمر جابر اتصاب، ومعانا طبعا محمد اسماعيل هيكون مساك جامد قوي، يعني عشان اكون بقول كل حاجه. محمد اسماعيل هيكون مساك جامد قوي، وانا عاجبني ثقته في نفسه قوي قوي. تمام. سيبك من كل اللعيبه كلها لعبت حلو جدا، عداد الدباغ جاب جون والكلام ده كله. انا عندي نقطه واحده بس، ادم كايد. كل لعيب في الزمالك انا اتكلمت عنه رجع بعدها بقى كويس جدا. كل لعيب، دونجا وعمر جابر، كل لعيب اللي الواحد كان شايفهم او بينتقدهم لمجرد النقد، اللعيبه رجعت تاني ومستواها بدا يبقى احسن، ومع الوقت هيبقى احسن واحسن. بس انا عندي مشكله كبيره جدا، كابتن ادم كايد. انت عندك مشكله في اختيار القرار، ما تعرفش تاخد قرار. يعني في كذا كوره كده في الشوط الاول حضرتك بمنتهى البساطه لو كنت باصيتها لاي لعيب كان يروح هو بالجون، عدي او خوان، ولكن حضرتك مش عارف تبص او مش عارف تاخد قرار، هل القرار ده صح ولا غلط، ودي مشكله كبيره جدا جدا جدا. انت لعيب كويس، بتاخد وقت في الماتشات، جاي منك، بس مع احترامي الكامل لحضرتك انا مش عايز اشوف المنظر ده تاني، عشان انا مش هشوف المنظر ومش هستحمل ان انا المنظر اللي انت طلعت بيه في الماتش ده مش هستحمله ان انا اشوفه تاني يا كابتن ادم يا كايد. فنفوق. تمام. انا احب اشوف احمد شريف، انا عايز اشوف احمد شريف، عايز اشوف عمر ناصر تاني. عمر ناصر لعيب كويس، عمر ناصر لعيب فراك، مهاجم فراك، عايز اتفرج عليه. عبد الحميد معالي الماتش الجاي من المفترض ماتش الجونه ان شاء الله هيلعب اساسي، من المفترض عليه. خوان خلاص ريح، تمام، خد الانذار الجميل في ماتش الاسماعيلي وريح، والراجل هيرجع على ماتش الديربي. لازم تكسب ماتش الجونه، لازم تخش الديربي وانت كسبان. وكالعاده ماتشات الديربي بتاعت ماتشات ما قبل الديربي الزمالك بيواجه فيها مشكله كبيره قوي، فانت لازم تكسب ماتش الجونه الجاي عشان نكون واضحين اهو. ماشي؟ طيب تعال نتكلم عن الاهلي وسيراميكا كليوباترا وما حدث في الماتش، واقول اللي ليا واللي عليا. ماشي. اول حاجه، سيراميكا كليوباترا ليها بلين بتاع ياسر ابراهيم. هيقوم جاي واحد اهلاوي يقول لي طب ما انا الكره بتاعت ما اعرفش تريزيجيه ما عدتش الخط. هقول له حاجه واحده، ممكن حضرتك بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب تجيب لي ده؟ ولو جبت لي ده، انت هنا في البلد كتحكيم وككوره مصريه ما عندكش الحاجه اللي موجوده في اوروبا، ان لما الكوره تعدي الخط بكامل محيطها يا فاهمين يا متعلمين هتجيلك في الساعه ان الكوره عدت، من غير بقى لا ترجع للفار ولا اي حاجه. السؤال هنا، هل الكوره عدت بكامل محيطها يا حبيب قلبي ولا ما عدتش؟ رد عليا. الكوره بتاعت تريزيجيه عدت بكامل محيطها ولا لا؟ لو عدت فهي جون، ما عدتش يبقى مش جون.
هتقولي يا صاحبي ما انا ما عنديش البتاع دي، يبقى خلاص يبقى راي الحكم، يعني راي الحكم هو اللي هيمشي، صح ولا غلط؟ سؤال تاني، لحد امتى التحكيم في مصر هيفضل كده؟ يعني التحكيم في مصر فيه مشكله كبيره قوي يا جدعان. احنا ما عندناش حكام دوليين طالعين بره في كاس العالم، اللهم واحد. وما ينفعش ان انت زي ما قلنا في اول الحلقه، ما ينفعش ان انت كدوله بحجم مصر كل الكلام ده وعندك الكوره وعندك البنيه تفضل ان انت عندك الاخطاء التحكيميه دي موجوده. ما ينفعش يا جدعان. لحد امتى؟ لحد امتى هيبقى عندي مشكله في التحكيم؟ يعني لحد امتى امتى هيعدي موسم ما يبقاش فيه مشكله في التحكيم؟ امتى؟ يا جماعه ركزوا، يا جماعه يا ريت الناس تحل المشكله دي، لان المشكله دي كبيره جدا جدا جدا. التحكيم المصري فيه مشكله كبيره قوي، حلوها يا جدعان. يا ريت الناس تتكلم، ويا ريت الناس تحل، ويا ريت الناس تقدر ان هي تنتج وتقدر ان هي تشتغل، يا ريت. طيب عم شيكو بنزا في عوق، يعني شيكو بنزا جاي في عوق، والدماغ المطرطشه دي انا عارفها. فيا اسطى احنا في الفيفا، هتخش مدخل الفيفا ترجموا له الكلام ده، هتخش مدخل الفيفا كده هتقول فين اوضه الزمالك للشكاوى والاقتراحات، هيقول لك اهي، اطلع هتلاقي اوضه الزمالك للشكاوى والاقتراحات، اكتب شكوتك، تمام. وان شاء الله فيفا هيبعت لنا على 100 عقبه ان شاء الله، وربنا يوفقنا احنا، عشان احنا اصلا مش ناقصين. احنا يابا احنا فينا اللي مكفينا خلاص، احنا مش هنبقى على لعيب. الزمالك مفيش، جمهور الزمالك مش هيبقى على لعيب، من الاخر. جمهور الزمالك بالنسبه له الزمالك رقم واحد، لو 11 تيشيرت كده مرميين في الارض هيشجعهم. فيا عمنا انا ما اعرفكش، انت لسه ما قلتليش حاجه وما بينتليش حاجه، قلت لك عنوان اللي فيفا فين، روح اشتكي وربنا يوفقك. شكرا جدا ليكم، وبعتذر جدا جدا وكان في اي